عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. غبت عنكم كتير صح؟ انا عارفه. يلا بينا النهارده كده فيديو بوم بعد العوده الايه الكبيره، بقالنا كتير قوي مصورناش. ده هنا كده كنا معزومين عند اخويا، ربنا يبارك فيه يا رب، ودايما كده عازمنا ومجمعنا في الخير يا رب. كان عازمنا في شقته الجديده، ربنا يا رب يجعلها قدم الخير والسعادة عليه. حبينا كده نعمل له شوية حلويات. ده هنا ريد فيلفت، كنت جايبة كيك الريد فيلفت جاهز، كيس كيك جاهز، وحاطة البيض معاه، وهبدأ كده ان انا اضربه مع بعض. هضرب البيض مع البودرة بتاعت الكيك. يعني هضربهم كويس جدا. هبقى محضرة زي ما انتم شايفين كوباية الا ربع من الزبدة، هحطها بالتدريج، وبعد كده معايا كوباية الا ربع بنفس الكوباية بتاعت الزبدة قدها مية، وبرده هنزل بالتدريج معايا، وبعد كده هنزل زي ما انتم شايفين في صاج 30 في 40. هنزل بخليط الكيك بتاعي كله، وطبعا مجهزه الفرن بتاعي سخن على درجه حراره 180 درجه. هوزع الكيك كويس جدا معايا كده، وبعد كده على طول على الفرن. ده هنا كده بعد ما كان طلع، وكمان قسمته في الاطباق، بس حبيت اوريكم قد ايه الكيك طالع هش وتحفه جدا. قلت اوريهولكم الاول قبل ما اكمل تقفيل واعمل الفينش بتاع الاطباق اللي انا عاملاها. قد ايه الكيك ده ما شاء الله بيبقى جميل جدا وهش، وطعمه مختلف تماما الاختلاف عن اي كيك. ده هنا كده بعد ما فنشت الكيك بتاعي وحطيت الكريمه بتاعه الريد فيلفت، وخد معايا في وقت السوا تقريبا من نص ساعة لساعة الا ربع. بعد كده هنا كنت محضرة بقى عجينة الشو او الاكلير، وبدأت كده ان انا حطيتها في الصاج وحطيتها على الفرن زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك اللهم بارك، قد ايه طالع هش جدا، وهتشوفوه من جوه دلوقتي فاضي خالص. وعجينته سهله يا جماعه. طبعا لو عايزين انزل لكم ازاي بعمل العجينه بتاعته، عيوني الاتنين حاضره ابقى انزل لكم فيديو مخصوص للاكلير لوحده. بس انا هنا طبعا عشان كنت بعمل حاجه وكده كنت مشغوله، معرفتش ان انا اصور العجينه. فجبت لكم على طول الخلاصه. انا هنا كده بقى كنت بوريكم ان انا هحشي الاكلير بعجينه الكاستر. بحب اعمله بعجينه الكاستر اللي هي العاديه الجاهزه. ده كده كان الفينش بتاع الاكلير بقى والحلويات كلها. هنبدا بقى ناخد حلوياتنا ونتوكل على الله. يعني ربنا يا رب ايه يجعلكم دايما متجمعين مع حبايبكم يا رب. يلا بينا كده نلم اشيائنا ونرمي الرحيل. احنا كده يا جماعه ايه نازلين. ده كده لا، سيبيه شعره ورشه، ما بيحبش كده. رجعوا له لورا. هننزل بقى كده ايه نتوكل على الله. هتبقى تابعونا بقى واحنا في الطريق ان شاء الله. اخويا بقى حب يفاجئني كده، وجي خدني بالليل عشان اقف مع مرات اخويا كده في المطبخ، عشان العزومه كانت ما شاء الله كنا عدد. هنا كنا وصلنا خلاص. وكنا مقسمين الشغل. ماما ربنا يبارك فيها كانت جايبه حله محشي كده كبيره تعبانه فيها في البيت، ربنا يخليها لينا تسلم ايديها. وقلت انا كمان اروح اكمل ايه مع مرات اخويا، ونقف نشوف بقيه الحاجه بتاعه العزومه. شيلها يا يونس، شيلها. انت وقعتها، انت وقعتها. ايه، وقعت الكرة وديتها هناك عند خالها. هما هناك بيذاكروا. ايوه. هنا بقى الاولاد كده ايه ما بيصدقوا ان هم يتجمعوا، ربنا يا رب يخليهم لبعض ويحفظهم. كانوا قاعدين بيذاكروا وحبوا يصوروا كده شويه من التيك توك. اللي لسه ما دخلش على التيك توك بتاع سما بنتي اللي هي لابسه طرحه لبني، عندك على التيك توك باسم سما بنفس الصوره بتاعتها الشخصيه دي، هتلاقوها على اللوجو. تنوروني لو حابين ابقى احطها لكم محطوطه، احط الرابط بتاعها على القناه بتاعتي. وتعالوا يلا نكمل ونشوف الاكل اللي احنا بنكمله وبنعمله. دخلنا بقى على المهمه الصعبه، وهنبدا بقى نعمل الاكل. يلا هنعمل الاكل كده ونشوف بقيه يومنا هيمشي ازاي. طبعا سامعين صوت الدوشه والعيال بيصدقوا ان هم يتجمعوا ويلعبوا. ده هنا كده كان تاني يوم الجمعه كده. صحينا من النوم وبدانا بقى نشوف اللي ورانا، وحبيت اوريكم كده اجواء صلاه الجمعه هناك. طبعا ما تنسوش تقولوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يجعلها شقة الخير والهنا عليه يا رب، ويسعدوا فيها اللهم امين. جمعة مباركة. النهارده يا جماعة ايوه ايوه النجاة العيلة بس. والفيديو ده هيكون
زي الفيديو القديم من 4 سنين. كان اول فيلم على قناه عمته. كان ساعتها عزومة محشي وملوخية. واحنا برضو عاملين النهارده محشي وملوخيه. والنهارده برضه عزومات يعني محشي. بس النهارده هنزود صينية مكرونة ان شاء الله. بس وايه؟ مش هنحرق لكم بقى الاحداث وانتوا بقى شوفوا الفيديو. ماشي. باي باي. هنا بقى اخويا كان راح جاب ماما واخواتي وجاب الاكل اللي هم عاملينه، ربنا يبارك فيهم يا رب ويخليهم لي. وتسلم ايدك يا ماما انت واخواتي. يا لولي مين بزعلك يا لولي؟ لولي بزعلك. خسرتي؟ تخسرها ليه يا ابوك؟ معلش انا. لا انت اللي خسرتها. يلا سلحوها. اجتماع ليه؟ هتشوفوا هتلعبوا ايه؟ اجتماع عشان تشوفوا اللعبه ولا ايه؟ يلا بينا هنلعب. بصي انت يس يس يس. تعالى يلا يا جدعان. انا بقول خلاويص. يلا 1 2 3. طبعا قولوا ما شاء الله الله اكبر عليهم. بيلعبوا خلاويص. هبقى ارجع لكم تاني. قولوا ما شاء الله الله اكبر عليهم. استني يا لولي سيبها هي تلعب استغمايه الاول يا لولي. انتي هاتي يا قلب عمتو. كنت اقول لكم على حاجه. تعالوا كده كلكم. هنا كده بقى يا جماعه هنتغدى. صور بقى شايفين كله عمال ايديا من بيت اخويا. سمر تسلم ايدك. دي يا جماعه دي مرات اخويا. يا رب كل عزومه ويا جماعه كلكم ايه ادعوا لها ان ربنا يبارك لها في الشقه يا رب ويشفيني. يا رب اللهم امين. اتفضلوا معانا. يلا باي. تعالوا كلوا معانا. احلى غداوه. تعالوا كلوا معانا. يلا هناكل. هناكل بعد كده ايه هنكمل ليلتنا. طبعا احنا كده خلصنا الاكل وخلصنا محشي ماما هو رقم 1 اللي خلص. تسلم ايديك يا ماما. تعيشي وتعملي يا ماما. الله يخليك يا ماما يا رب. الله يخليك يا رب يا ماما. طبعا انتوا عارفين ان ماما في اي بيت هي الخير والبركه. ما تحرمش منك يا ماما. متجمعين دايما بحسك. لا انا مش بجاملك يا ماما. انت عارفه يا ماما انت قد ايه مهمه في حياتنا. ما تحرمش منك يا ماما يا رب. انا عامله ازمه. شكرا يا مان. مش هرد على بنتك يا ماما. ماشي يا ماما انا هسكت. طبعا انتوا شايفين المواعين ما تقولوش ما تتخضوش. يعني ما شاء الله ما شاء الله متجمعين كلنا احنا العيله وخالته منال حبيبتنا. هصور لكم معاها دلوقتي. دي بقى الفرفوشه اللي هتاخد مني القناه كلها. اللي هتاخد مني القناه بهزارها وضحكها. لا عادي. تبعد امك يا ماما. شكرا. مش هرد عليك عشان انا بالفيديو. عقبال ما نتجمع كده كل سنه يا رب. دي بقى اختي ايمان الصغيره الزيرده. كده استني. ايوه هي اللي صوتها واضح دي. يلا خلص مواعيدنا بقى ونبقى نيجي في الحلو. ماما سوري يا ماما. فقره الحلو بقى. مش عايزه معايا سخنه. هنا تسلم ايدك يا نوره بنت خالتي. تسلم ايدك. يلا قص الشريط. ايوه استني الشريط هيتبهدل شوكولاته بالراحه. ونحط بقى الريد فيلفت والاكلير ونبدا فقره الحلو ونشوف القهوه اللي اتفتحت جوه في اوضتك. هنا مش وانت بتلعب دومنا. ايه هي جايبنا خالتي جايباها فاتحه. اعمل لك ايه؟ ايه؟ 2 2 بتوع محشي يعني؟ لا 2 عاديين والله صغيرين. هنا بقى كنا مدخلين حلويات الرجاله اللي هم ابن عمي وجوز خالتي وبنت خالتي بقى جوزها وجوزي واخويا ربنا يبارك فيهم يا رب. قولي رايك يا سوسو. الريد فيلفت. طب والاكلير؟ ده ما دوتوش والله. انا بس دوت في البيت كان احلى بكتير. انا مش طبعا الفان ده طول ما عمته عاملاه يبقى ده. انا مش شايفه يا سوسو. لا كيك اسمه ريد فيلفت. ايه رايك؟ تحفه. ما سمعتش رايك. سمعتش رايك يا قولي محمد؟ رايك. هاي صوريهم. حاضر. عشان بس عم محمد ممكن يكون عايز يصور. قول اي حاجه. اي حاجه. تعمل حاجه عشان تزليهم بعد كده. لا 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 دي بتنزل على النت يا ايوه.
دول قاعدين بيتفرجوا بيعملوا ده بلاي ستيشن. بلاي ستيشن. خدوا بالك ان الشاشه بتاعت اللعبه دي انش لازم نركبهم من الباصات زي ما بيأخروني كده. زي ما بتاعت باصات ده عشان انت مدرسه في مدرسه فدي اخرتك في اللعب. بعد ساعتين في المواصلات. بتطلعي يعني عقدتك في المواصلات في اللعبه. بتطلع التأخير في اللعبة. ايوه والله العظيم كل يوم اقعد ساعتين في الطريق. ساعة سفر وساعة طريق. لا هم طبعا الناس سامعه الدوشه يعني في اصوات كتير طالعه. كلهم بيتكلموا. كله بيتكلم حاجة. هي دي اللمه يا جماعه. نفسي افهم حاجة. ايوه عايزه بس اصور. اتكلموا في حاجة معينة يا جدعان. الدوشة دي. لا بس ساكتين. طبعا يا جماعة ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب والله انا وتفعلوا مزعلة. زر الجرس وتقولوا لنا الفيديو بتاع النهارده عجبكم ولا لا، وجمعة مباركة عليكم. انا مش عايزه بس اجيب شكلك وانت بتتكلمي عشان اللي قاعدين وراكي عشان خالته وبنت خالته كله عشان ما بيحبوش يظهروا. هم ما بيحبوش يظهروا. لكن انا بقى عايزه ايه؟ السلم هنا احسن من عندهم. لا انا بقى طبعا انا كلمتكم كتير قبل كده على خالتي منال. خالتي منال اهي جنبي حبيبه قلبي يا خالتي. خليك يا رب يا هبه. نورتيني يا خالتي والله. ده نوركم والله يا بنت. اهي دي بقى البركه بتاعتنا والضحوكه بتاعت العيله اللي بتقعد تفرفش القعده كده. طبعا. يا خالتي لا والله القعده بتفرفش بكم. يا جماعة كل اللي فاكر الفلوج اللي فات كانت خالته منال برضو معانا، هي اللي كانت ايوه عاملة انت لنا كنت معايا المحشي. في الفيديو قبل كده. كانت عاملة لنا المحشي. كانت هي اللي ظابطة الأكلة كلها. هي بتبقى وجودها اصلا بالدنيا. لا والله دي مجاملات ما بقى ينفعش زياده. فلوج، لا ما والله. ينفعش فلوج من غير خالته منال. صح كده؟ خليكي ليا. ربنا يخليكي لنا يا انت رب اللي يا كنت خالتي. قايمة بالواجب خليكي في يا رب الفلوج يا اللي هبة. فات من 4 سنين. من 4 انت فاكراها؟ بنت اصيله. شوف الفيديو كل مرة. منورنا يا يا جماعة خالتي. اللي ما شافش الفلوج خليكي اللي يا فات رب ده يا يروح هبة. يشوف الفيديو ده كمان. ومعلش يا جماعه طبعا عشان احنا كستات العيله ما بنظهرش زي ما انتم شايفين كده. انا جايبه رجل اخويا عادي انما احنا ما بنظهرش كستات. مش خايفه يا رجله. يا رب تكون مبسوط معانا. على حسب الكوبايه شكلها ايه. اهلين اهلين اهلين. هنلعب دومنا. اهلين معلم اهلين. ده مازن سيد بركوشو. مبسوط معانا في القعده. ايوه ما انا كان بيقول لي العيال ده جوزي قاعد يتكلم مع مرات اخويا ومش مبطلين رجل. العيال مش واخده. شو حالكوشو. ايمان انزلي كده براسك لتحت. انزلي براسك. شو اخباركوشو. اوعى. منور يا ميزو. الله يخليك. شو اخباركوشو. لا ما بلاش تتكلم كده انت كيف اصلا. حالكم. صدقني مش دي اللغه انت قايلها غلط اصلا. مبسوط يا ميزو. مبسوط يا ميزو. مبسوط ان انا اجازه مش عارف. مبسوط ان انت اجازه من الشغل بس مش أكتر. ومش قعدتك معانا. مفصول عليه. الله لعبه حلوه جدا. محدش يعرف يلعبها يا جماعة، محدش يعرف يلعبها بجد. احنا قاعدين كده في البلكونه قاعده رايقه. لا احنا عايزين ايه عايزين العيال بس ايه تخرج عشان خاطر نلعب زي ما انتم شايفين كده. هنقعد نلعب ونفرش اللعبه بتاعتنا. يلا الدوماني. بس يا مازن بس. شفتوا بقى انا مازن ما بيظهرش كتير ليه؟ عشان الدوشه اللي هو بيعملها عامل ازعرينا. مش فاضي والله. مش فاضي اظبط. طب انت بتلعبي ورايا نفسك؟ شغل ورايا حاجات ورايا مشاغل كتير. مشاغل كتير؟ لسه فاضي فاصله في والله. سنه تانية ثانوي وعندك مشاغل كتير؟ الله تانية ثانوي. الله. 6 مع 6 و3 مع 3. طب اجيبك دلوقتي انت بتعملي ايه دلوقتي؟ اجيبك دلوقتي. طب صوتك بصي صوتك في الفيديو. الحاجات دي هتنزل غصب عنك. دي ما فيهاش هزار. ورايا عيال لسه. احنا كده بقى هنا مروحين ونهاية اليوم. كانوا يومين جمال ما شاء الله. عايزة تنامي صح؟ تسلم ايدك يا حبيبي.
تسلم ايدك يا حبيبي. تعيش وتعمل يا روحي، عقبال ما كده تعمل لعيالك يا رب، متحرمش منك يا قلبي. الواير بتاع البتاع معرفش قطع ولا نورت الدنيا يا سيد، نورت الدنيا يا سيد. ايه. يا فندم ميرسي 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 ميرسي. طبعا اول مره اخويا يظهر في القناه، نورت يا حوده القناه. محمود باشا مجلس النواب. باي يا ماما. باي. عشان صوتك مش باين اصلا. خلاص تقول لهم باي يا يونس. بيقولك خش جوه. باي. عشان صوتك مش باين اصلا. خلاص تقول لهم باي يا